احنا جبنا السمكة دي النهاردة وهم صمموا انها تتقلي بحالها بدون ما تتقطع. قال لهم يا جدعان ازاي ده 4 كيلو هتستوي ازاي؟ قال لك هتشوف. فتعالوا بقى نشوف استوت ولا لا. نزلنا النهاردة سوق سمك القوزين في جدة، وطبعا شفت انواع سمك كتير جدا اول مرة اشوفها، وكنت فاكر انها اصلا مش بتتاكل علشان ملونة كده وشكلها غريب. طلعت من احسن انواع السمك، وانا اللي طلعت مش عارف حاجة. شوف دي وشوف دي وشوف دي، وفي كابوريا وجمبري وحبار. وبعد ما اشترينا بقى رحنا عشان نسوي الحاجات اللي احنا جبناها، وانا برضو مش مقتنع ان السمكة دي هتستوي بحالها. وكانت المفاجأة بقى ان ولاد اللعيبة دول سووها ازاي مش فاهم، وكانت مقرمشة كده وخطيرة. صبيت عليها بقى شوية طحينة كده، ورحت جاي واخد قطعة منها وودي يا عم الحاج. وعملنا بقى معاها شوية جمبري كده مقلي كان مقرمش كده وكريسبي، وعملنا كمان طاجن جمبري بالكريمة كان خطير. ناخد بقى حتة جمبري كده بالكريمة نحطها على الرز الصيادية، الطعم والميكس على بعضه جامد قوي. الميزة هناك في سوق سمك القوزين ان الاسعار هناك كويسة قوي، هتلاقيها تقريبا نص اسعار المطاعم في جدة. والجودة كمان هناك عالية. هي المشكلة كلها في الحر، الجو درجة الحرارة هناك صعبة شوية. كانت تجربة كويسة واختيار موفق. رأيك نجرب ايه بكرة؟ ودي شكل السمكة بعد ما خلصناها، تحسها كده عنيفة قوي ومش عاجبها اللي حصل. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.